معانا دلوقتي على الهوا الدكتور حلمي الجزار، مرشح الحرية والعدالة، حزب الحرية والعدالة، عن محافظة الجيزة. محافظة الجيزة، الدايرة الكام يا دكتور؟ الدايرة الثانية شمال الجيزة. الدايرة الثانية شمال الجيزة. دكتور حلمي، قائمة الحرية والعدالة حضرتك مش فردي مش كده؟ لا أنا على القائمة. رقم كام في القائمة يا دكتور؟ رقم 1 في القائمة، على رأس قائمة الحرية والعدالة. بنتكلم من لحظات وقبل ما حضرتك تنضم لينا على الهوا دكتور حلمي لحيرة الناس بالتحديد في الفردي مثلا. حيرة الناس انه الاحزاب الموجودة احزاب الى حد كبير جدا طبعا باستثناء الحرية والعدالة ناشئة وليدة، مش ما فيش اساس، فالناس في النهاية بيبقى الكلام يظل هو مجرد كلام حتى يتم تفعيله. يعني الناس بتتكلم عن أحلام، طموحات، هنعمل من خلال حتى الناس اللي بيتكلموا معانا على الهوا في مش عارف في بشتيل في ايه، احنا عايزين نعمل ايه. اكيد الناس سمعت الكلام ده قبل كده من مرشحين اخرين، لان كل احلام المصريين واحدة ولازم كل المرشحين يعبروا عن هذه الاحلام، ده شيء منطقي وطبيعي ومتوقع. يبقى الرهان على ايه؟ الرهان على انه الناس في النهايه هتتوسم كده يعني مش اختيارات سياسيه سليمه، ولكن هو نوع من انواع الارتياح النفسي، انها مثلا تدي للشباب. هو احنا في المرحله الاولى كانت ادتنا مؤشر مهم. حضرتك تلاحظ وكل المصريين لاحظوا ان الاقبال في الجوله الاولى من المرحله الاولى كان عالي اذا قورن بالاعاده. المرحله الاولى كانت قوائم، والقوائم تمثل احزاب وكان معها فردي طبعا، لكن الاعاده كانت فردي بس. الاقبال من حوالي مثلا 59% الى 35%، يعني قل بشكل ملموس. ده معناه ان كان الاقبال اكثر على الاحزاب التي لها توجهات. اما الفردي كلام حضرتك مظبوط فعلا. الناس في الفردي بيقولوا طب ما الفردي ده يا اما تبع حزب يا اما مستقل لوحده، والمستقل لوحده ده فعلا يعني كان في عون في ظل الدائره الواسعه جدا والانفاق المطلوب والمندوبين وعدد الصناديق. فانا اتصور ان برضو اصحاب التيارات الحزبيه هم اللي عايزين يحققوا النصيب الاكبر حتى في الاعاده، وبالتالي الناخب المصري اتصور انه هيحافظ على هذا التوجه. في المرحله الاولى، في الجوله الاولى المرحله الثانيه هيجي ويؤيد برضه اصحاب التيارات ايا كانت هي تيارات اسلاميه او تيارات ليبراليه او يساريه، وبعدين في الفردي هيختار برضه ثاني المرشحين المرتبطين بهذه التيارات. طيب دكتور حلمي الجزار، مبدئيا مرشح على رأس قائمة حزب الحرية والعدالة، لكن خلينا نتكلم عن الدكتور حلمي الجزار شخصيا. يعني ادينا حضرتك والله انا يعني نشأت في ريف مصر في محافظة المنوفية، مع الاعتذار لكل المصريين عما حدث من رئيسين متتاليين من المنوفية. يعني بمناسبة الرئيسين يا دكتور، انا لسه بره كنت بقول لهم عايزين حد من الفلول ففهموا غلط يظهر. لكن انا على كل حال اتربيت في القاهرة، لان انا كنت من العشر الاوائل في المحافظة في الاعدادية، فجيت مدرسة متفوقين الثانوية. اخذت طبعا بمجموع عالي جدا، دخلت كلية الطب، ايام كان 95% دي لها شنة ورنة من سنة 73. دخلت كلية الطب وحصلت على البكالوريوس ثم الماجستير في التحاليل الطبية ثم الدكتوراه في التحاليل الطبية، وانا الان اعمل رئيس قسم التحاليل الطبية في معهد السمع والكلام. وكنت نقابيا، ترشحت سنة 86 بعد تخرجي بنحو 6 سنوات على مقعد مجلس نقابة أطباء الجيزة، وظللت به حتى هذا العام. اما فتح الترشيح يعني خلاص كفايه كده، كفايه قوي ان الواحد يظل هذه المده الطويله، وما كانش بمزاجي لان الانتخابات كانت موقوفه زي ما كل المصريين عارفين. ثم تقدمت للترشح، ودي ثاني مره اترشح لمجلس الشعب بالمناسبه. انا ترشحت سنه 87 على قائمه حزب العمل حينما كان متحالفا مع الاخوان المسلمين، وكنت رقم 3 في القائمه، وكان المفروض انجح، لكن التزوير الكاسح الناس منعني من ان اكون ساعتها اصغر عضو في البرلمان المصري. واخذ هذا الشرف وهذا اللقب الدكتور عصام العريان الذي كان مرشحا برضه في القائمه الثانيه اللي في نفس المحافظه. دكتور حلمي الجزار، في الدايره بتشمل ايه بالنسبه لك؟ يعني حولها لنا من ارقام الى اماكن. يعني اماكن وارقام برضه. اماكن هي بتشمل الجزء الشمالي بدءا من قسم شرطه الدقي ثم العجوزه ثم امبابه ثم الوراق ثم اوسيم ثم منشيه القناطر، فاذا اتجهنا غربا
جاء قسم اكتوبر 1 واكتوبر 2 وزايد، واذا اتجهنا يعني جنوبا بعض الشيء وجدنا الواحات، وثم وجدنا قسم الهرم المهم جدا في هذه الدائرة تشمل 2 مليون و250 وحوالي ونص تقريبا صوت انتخابي. اتصور ان شاء الله، ارجو ان اللي يحضر منهم حوالي 2 مليون ان شاء الله تعالى. دي في الدائره بتاعتي. بس يعني المرحله الاولى قالت لنا ان الدوائر الكبيره دي عاده الانتخابات بتتوقف فيها، فربنا يستر. لا احنا الحمد لله محافظه مسالمه، محافظه يعني عاشت على 3 اجزاء في الانتاج، جزء سياحي ودول بطبيعتهم ناس مسالمين خلاص. يعني تقصد ان شبرا ورود الفرج مش مسالمين؟ دول كانوا شبرا ورود الفرج دي كانت تجار، ما تنساش كان رود الفرج. والمناسبه دعابه لطيفه ان انا ولدت في رود الفرج بالمناسبه، رغم ان انا يعني اصلا من المنوفيه، لكن انا اتولدت في رود الفرج. فانا قاهري المولد، يعني منوفي البدايه، في ذوي الإقامة منذ سنة 79 حتى الآن. دكتور حلمي الجزار المرشح على قائمة أو على رأس قائمة الحرية والعدالة دلوقتي، يبقى يعني مرشح محظوظ قاعد كده في مع بيتكلم يعني غير بعض الناس اللي استضفناهم من شوية اللي احنا شايفينهم بيشدوا في شعرهم وقلقانين وبيتقطع لهم. ما اعتقدش بيتقطع لكم دعايات انتخابية يعني حدث قليل ما اقدرش انها اقول ابدا انها ظاهره ابدا الحقيقه يعني. لكن الحكايه ان انا قاعد نظريا تصور ان انا ممكن ما انجحش نظريا رغم ان انا رقم 1 واقولها يعني، بس انا مش عايز افتش السر عشان ما حدش يستقصدني ويعملها. لكن اتمنى ان شاء الله ان قائمتنا تحوز نسبه اعلى بكثير من اي قائمه اخرى على مستوى الجمهوريه، وهذا يعني دعوتي الى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي نصيبا من دعوة أمي لي، فقد كانت كثيرا ما تدعو لي أن يحبب في خلقه، وأنا منتظر بإذن الله تعالى تحقيق هذه الدعوة. رغم أنه طال وقت كبير جدا من الزمن على الدعوة. طبعا الدعاء، شوف حضرتك الدعاء عند الله وما عند الله يعني لا يضيع، وأدناها يعني الإنسان بيعمل مجهود، وطبعا الوالدين دول بيظلوا في قلبه حتى يلحق بهم. طبعا. دكتور حلمي الجزار، تتخيل الانتخابات في المرحلة الثانية هتبقى يعني إن كانت المرحلة الأولى شهدت بعض الأحداث إلا أنها عدت تعتبر بقدر كبير جدا من الأمان، يعني أفضل مما كان متوقع قبل الانتخابات. طبعا. هل تتخيل المرحلة الثانية هتمشي الأمور في نفس الإطار؟ أكثر انضباطا. ده فيه بعض يعني إذا سميناها بعض خروقات للقوانين، إن كانت حديثة عهد بالممارسة الديمقراطية، وما كانش عندهم فكرة إن قدام المدارس ممنوع الدعاية، لأن طول عمرنا كنا بنقف بالدعايه بتاعتنا قدام المقار طول عمرنا. لكن اثار المره دي واحنا نبهنا بوضوح، واسعدني من خلال برنامجكم الجميل ان انا اناشد مندوبي الحريه والعداله وسائر الاحزاب ومندوبي الفرديين ان يلتزموا نصا وروحا بالقانون، ولا يقوموا باي خروقات دعائيه امام اللجان، بحيث تصدر او تكون الانتخابات حضاريه بمعنى الكلمه. الاحداث السياسيه ليها تاثير، او يعني خلينا اقول لك مجموعه حاجات وقول لي هل ليها تاثير على المرحله الثانيه ولا لا؟ او ده خلاكم تقولوا يا ريتنا كنا مرحله اولى مثلا. مثلا النتيجه الكاسحه الى حد كبير او يعني كانت كبيره لصالح حزب الحريه والعداله، هل ده يعني يصب في مصلحه الحريه والعداله في المرحله الثانيه ولا لا مبدئيا؟ هو يصب في مصلحتها، بس كلمه كاسحه معلش انا مش موافق عليها، لان ده انا 40% مش كاسحه. ده الحمد لله ان احنا عشنا وشفنا ان بقى يتقال على 40% كاسحه، امال كان 99 كانت كام و90 كانت كام اللي كانت في الماضي. يعني كنا نحوز المركز الاول وسط متنافسين كثيرين، هذا شيء جميل، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان نعززه، واتصور ان ان شاء الله هنعززه في المرحله الثانيه. طيب السؤال الثاني، التصريحات المتبادله اعلاميا وبعض المواقف السياسيه زي مثلا حزب الحريه والعداله وخروجه من المجلس الاستشاري، بعض التصريحات من حزب الحريه والعداله، على الناحيه الثانيه يعني بعض المواقف من المجلس العسكري، بعض ما يدور في الاعلام، شايفه ليه تأثير إيجابي أم تأثير سلبي على الحرية والعدالة في المرحلة الثانية؟ كنا ثابتين ولا زلنا على موقفنا من المجلس العسكري. احنا قلنا المجلس العسكري إذا أحسن سنقول له أحسنت، وإذا أسأت نقول له أسأت، وبنقول له أسأت في حاجتين بوضوح شديد. أساء في الإدارة، إدارة الحالة الانتقالية يعني بشكل حدث فيه ارتباك، وأساء إذ أقام مجلسا استشاريا عهد إليه بأمور هي من صلب عمل البرلمان، وحاول مرة أخرى أن يستنسخ
يعني شخص الدكتور علي السلمي وشخص الدكتور يحيى الجمل في شخص موسع اكثر وهو المجلس الاستشاري. ونجل ذلك راينا ان هذا وذاك واولئك كان كل ذلك التفاف على ان حقوق المجلس الشعب فان يختار الهيئه التاسيسيه. وانا بطمن كل الناس، الهيئه التاسيسيه لابد ان تكون بشكل مشتمله على كافه اطياف الشعب المصري، لكن احنا بنتكلم في الاساس من يختاروها، الذين يختاروها هم نواب الشعب. وثقوا من هي الشعب المصري العظيم ان كل التيارات لابد ان تمثل، لان هيئه الدستور هتضع مسوده الدستور اللي هي اصلا في دنيا الناس وثيقه توافقيه، ليست وثيقه اغلبيه، ليست وثيقه اقليه، ليست وثيقه شباب، بل وثيقه وطنيه مصريه خالصه. في تصريحات وان كان يعني يسأل فيها المرشد السابق للاخوان المسلمين الاستاذ مهدي عاكف، تصريح عن لسانه انه يعني ما معناه انه اللي يعني مش معجب او مش عاجبه الاخوان المسلمين عليه ان هو يترك مصر يعني. ووسائل الاعلام انت عارف لا طبعا، وتم التعليق على هذه التصريحات، وان كان هو المرشد السابق للاخوان المسلمين، لكن خلينا نعترف انه تصريح من النوع ده اكيد هيبقى له برضه بيبقى له صدى. اولا متشكك انه صدر عنه هذا، لكن اصل لا يمكن احنا فصيل من الجماعه الوطنيه المصريه نقول اللي ما عجبناش يمشي، مش ممكن، يستحيل، لانها نفس بالمنطوق العكسي. طب احنا لو ما عجبناش فين اوصاد وخد اغلبيه هنمشي من البلد؟ يستحيل. فهذا يعني اذا صدر فلعله كان نوع من الدعابه، ولكنه ليس له اي ظل من الحقيقه في واقع الامر. دكتور حلمي الجزار، نتمنى لك التوفيق، كل التوفيق. دكتور حلمي الجزار على رأس قائمة الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، شمال الجيزة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا في ميدان التحرير.